السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل طريقة البيتي فور، هنعملها بطريقة سهلة بدون زبدة، واللهم بارك طالع دايب. وكمان هنعمله بدون مكنة، وهنعمله بكيس حلواني عاملينه في البيت. بس يا ريت تتابعي الطريقة للآخر علشان في خطوات مهمة جدا. ويا ريت بقى لو أول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنشتغل بيها هي السمنة، ولازم السمنة تكون مجمدة. وزن السمنة على الميزان 375 جرام. ولو مفيش ميزان هنعملها كده بالكوباية. هتعملي بقى كوبايتين إلا ربع بالمج العادي اللي هو بيشيل 200 جرام. بعد كده بننزل بالسمنة. ولو حابة بقى تعملي بزبدة أو تخلطي زبدة على سمنة، أو تعمليه زي ما أنا عملته بالسمنة، بس دي يرجع لك انت في الآخر براحتك انت خالص، واللي موجود عندك اعمليه به. اهم حاجة لو هتعمليه بالزبدة او بالسمنة، هي اهم حاجة هي الخطوات علشان يطلع معاكي دايب وخفيف، وكمان الرسمة واضحة وما نطرش السمنة. تمشي بس على نفس الخطوات. نزلت بقى بالسكر بودر 200 جرام. ولازم ننخل السكر في الاول علشان بيبقى فيه تكتلات. في الاول بنقلب بالمعلقة، وبعد كده هننزل بالمضرب، ان كان مضرب عادي او مضرب كهربائي، او بقى تعملي الخطوة دي بايدك. بس اهم حاجة ان احنا نضرب السكر والسمنة لحد ما لون السمنة يفتح ويبقى لونه ابيض، وكمان يبقى خفيف وزي الكريمة. اهم حاجة في العجينة هي الخطوة الاولى، ان احنا نضرب السمنة والسكر لحد ما ينعموا وكمان يبقى خفاف خالص وندخل نسبة هواء. بعد كده هننزل بقى ببيضتين كاملين، يعني مش هنفصل الصفار عن البياض، بس هننزل بيضة بيضة علشان ما ننزلش بيهم مرة واحدة والخليط يفك معانا. ومع البيض كده نزلت برشة فانيليا. الفانيليا بقى بتضيع معانا اي زفارة. مش عايزين نقلب بقى بعد كده ونبالغ في التقليب. اول بقى ما البيضة بتختفي بنوقف تقليب وننزل بالتانية علشان ما تخرجيش الهواء اللي احنا دخلناه في الاول. وكمان لو عايزة تعملي حاجة فاخر من الاخر، تابعي الخطوات وامشي عليها. ان شاء الله هتعمليه ما يتقارنش خالص باللي انت بتشتريه من بره، بيدوب في البق دوبان. لازم بقى تجربيه. بعد كده احنا هننزل بالدقيق. هنزل بقى بنص كيلو، بس زي ما احنا متعودين مش بننزل بيه كله مرة واحدة. شلت بقى 3 معالق كبار وركنتهم. هنزل بقى بالدقيق كله دفعة واحدة، وننخل الدقيق في الاول. ومع الدقيق ما ننساش بقى رشة الملح. عجينة النهاردة ما فيهاش باكنج باودر ولا خميرة خالص، علشان كده انا عايزاكي ما تخرجيش الهواء اللي احنا دخلناه في الاول. عجينة البيتي فور ما بتتلتش خالص، يعني اول ما الدقيق بيختفي بنوقف وبنختبر العجينة، يعني بنشوفها تلزيق ولا لا. وبنشوفهاش بايدنا اللي بنعجن بيها، بالايد التانية اللي ما فيهاش عجين، ونعجن بقى بصوابع ايدينا. شايفين العجينة لسه فيها تلزيق؟ فانا هقسم العجينة. جبت بقى ال3 معالق اللي انا ركنتهم وبيبس العجينة اللي هي الفتحة. انا ما نزلتش بالدقيق كله، انا سبت كده معلقة. احنا عايزين العجينة واحدة واحدة علشان العجينة لو جت يابسة مش هتعرفي ان انت تطريها. يبقى خلينا كده واحدة واحدة زي ما احنا متعودين. لقيت العجينة لسه فيها تلزيق، فنزلت بالمعلقة الأخيرة. لقيت بقى العجينة ما شاء الله لمت من الطبق وكمان خلعت من ايدي. بس لو انت هتعمليها في الكيس على طول، يعني هتشكلي بالكيس على طول، يبقى بلاش المعلقة الأخيرة وخليها كده عجينة طرية علشان تنزل معاكي بسرعة. انا التشكيل عملت شوية بالأم وعملت كمان شوية بالكيس. بناخد بقى قطعة عجينة بنكورها، لو لقيناها ناعمة ومفيهاش اي تشققات يبقى كده العجينة مظبوطة. نيجي بقى للعجينة الكاكاو. نزلت بقى بمعلقة كبيرة وهنقلب. لو لقينا العجينة لسه فاتحة هننزل بقى بمعلقة كاكاو تاني. بس احنا عايزين ننزل واحدة واحدة علشان العجينة ما تنشفش وتبقى تشقق في وقت التشكيل. لو لقيتي العجينة يبست معاكي بعد ما ضفت لها الكاكاو، ضيفي لها معلقة زبدة او معلقة سمنة وقلبيها. طب لو العجينة طرية وبتتلزق وعطت لون حلو مظبوط يعني بني، بس لسه فيها تلزيق جامد، ما تكتريش بقى كاكاو. ضيفي لها بقى معلقة دقيق وقلبيها. ادي بقى عجينة الكاكاو خلعت من الحلة. هناخد بقى قطعة عجين ونختبرها، نبرمها كده بين ايدينا ونعمل بصمة في العجينة. لو ما شقتش يبقى كده العجينة مظبوطة. لو مشيتي بقى على نفس خطوات العجين، العجينة كانت مظبوطة بالشعرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض اهم خطوة. قبل ما تشكلي الكمية كلها، اعملي كذا واحدة في صينية ودخليهم الفرن وشوفي العجينة. لو لقيتيها فرشت يبقى كده العجينة سمنتها كتيرة، محتاجة معاكي معلقة دقيق. بس ما شاء الله عجينة النهاردة مظبوطة بالشعرة. الصاج بقى اللي انت بتشكلي فيه ما يكونش ممسوح اي مادة دهنية.
اللي انت بتشكليها وما تعجبكش بتشيليها وتعمليها تاني. بناخد بقى قطعة عجين وبنحطه في الأم، وعلى حسب الضغطة اللي انت بتضغطيها. لو ما عجبتكش شيليها، بس ما تلزقيش القمع في الصاج علشان ما تطلعش معاكي خفيفة. حطيت بقى قطعة عجين في الكيس اللي احنا عملناه، وسهل معايا كمان التشكيل. انا عملت معاكم بالقمع بس، وعملت معاكم بالكيس، يعني لو ما فيش كيس تقدري تعملي بالقمع بس. كمان الصاج اللي هو فيه الكاكاو عملت كده فيه عجينة فاتحة علشان نعرف هي استوى ولا لا. شكلي بقى الكمية كلها وارجعي قومي سويها. عجينة النهاردة ما فيهاش بيكنج باودر. بعد كده بتقومي بقى شغال الفرن يسخن قبليها ب10 دقايق، وتوطي بقى البلاطة خالص زي الشمعة، وتوطي الجنوب، وتدخلي بقى اول صاج انت عملتيه. بتدريه بقى كل شوية علشان يديكي لون موحد. ولو هتسويه في فرن البوتاجاز هتمشي على نفس الخطوات. شفت بقى كده القاعدة لقيتها عطت لون حلو جدا ذهبي خفيف، وكمان شكلها اللهم بارك تحفة خفيفة، وريحتها اللهم بارك ملت معايا المكان. دخلت بقى الصاج التاني نفس التسوية على نار هادية، وبديره كل شوية. هنعرف بقى عجينة الكاكاو استوت من الصف اللي احنا عاملينه العجينة الفاتحة. اول ما بيستوي بنطلع بقى الصاج. شايفين بقى شكل البيدي فور اللهم بارك بيتكلم عن نفسه، ومش محتاجة بقى ان انا اتكلم عنه. يعني ما فرش معانا في السوا، وكمان الرسمة واضحة. التسوية بقى من فوق ومن تحت بجد تحفة، وكمان بيدوب في البق دوبان. اتمنى بجد ان انت تجربيه، بس تمشي على كل خطوة علشان يطلع معاكي مظبوط. والقاعدة كمان بتاع الكاكاو جميلة جدا، يعني الفتحات اللي هي فيها بدليل ان هو خفيف وكمان مستوي حلو. وكمان هوريكم قد ايه ان هو دايب ويدوب في البق دوبان. بس اهم حاجة التسوية المظبوطة، والعجينة تكون مظبوطة معانا. اللهم بارك هتطلع بقى نتيجة، يعني كل الكمية دي من نص كيلو دقيق. تعالوا بقى نشوفه مع بعض. اللهم بارك ناعم ودايب وبيدوب بقى في البق دوبان. ونشوف كمان عجينة الكاكاو، شايفين النعومة اللهم بارك، بجد طالع تحفة زي ما الكتاب بيقول. تعالوا بقى للتشكيل. الشوكولاتة البني والشوكولاتة البيضة انا سيحتهم على بخار مية، بس قبل ما بيسيحوا بنزلهم علشان ما يخرزوش. ومع الشوكولاتة علشان تبقى فيها لمعة ضفت بقى معلقة زيت. الزيت هيديكي لمعة حلوة جدا للشوكولاتة. كده بقى جهزت معانا الشوكولاتة. هنعمل بقى كل اتنين مع بعض. في الوسط كده انا بحط شوكولاتة، لو انت حابة بقى تحطي مربى او عسل ابيض، او حابة تعمليها بالشوكولاتة يعني اللي موجود عندك اعمليه به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طريقته بقى سهلة جدا ومفيش أسهل منها، بس أهم حاجة هي خطوة العجين. اظبطي بس العجينة وهتلاقي بقى النص كيلو هيعمل لك كمية بجد تحفة، يعني كل الكمية اللي قدامنا كده من نص كيلو دي. التزيين بقى في الآخر على حسب ما انت عايزاه. ولو عايزة بقى تعملي نص الكمية وتخلي النص التاني، يعني تعملي أول بأول عادي خالص. ولو هتعملي الكمية كلها هتشيليها في العلب، هتشيليها بقى على الرف في التلاجة. كل الكمية اللي انت هتعمليها عبيها في العلب وقفلي عليها وشليها. طلعي بقى منها أول بأول. اللهم بارك بجد ما يتقارنش خالص ببتاع بره، طعمه بجد تحفة. أنا نزلت بقى نصها كده في الشوكولاتة البني، وهنعمل بقى صف أبيض بالشوكولاتة البيضة وصف كده بالبني. وهشيلها كده بعد ما بخلص خالص الصينية، بشيلها بقى في التلاجة. وبعد كده أول ما بتجمد معايا الشوكولاتة شوية بعبيها في العلب. بجد بقى طريقة سهلة وسريعة ومفيش أسهل من كده بصراحة. في بقى شوية كده غمست نصهم في الشوكولاتة البيضة، وبرضه نصهم في الشوكولاتة البني، وجزء تاني نزلتها كلها في الشوكولاتة. البيدي فور بعد السوا لو حجر وناشف يبقى كده السكر كان كتير، ولو لقيتيه فرش قوي وانتي بتسويه يبقى السمنة كانت كتيرة. فيا ريت تمشي على نفس خطوات النهاردة، ومقادير النهاردة كانت مظبوطة 100%. هتطلعي حاجة من الآخر فاخر، وكل الكمية دي من نص كيلو دقيق. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة. استناني في